سلام يا أهل الخير. لو بتدوروا على طريقة سهلة وفعالة عشان تطوروا نطقكم وتتكلموا إنجليزي بطلاقة، الفيديو ده ليكم. النهاردة هنتكلم عن تقنية اسمها شادوينج، وأداة ممتازة هتساعدكم تتعلموا الإنجليزي كأنكم native speakers. يلا بينا. في البداية هنتعرف على تقنية الشادوينج، واللي هي ببساطة إنك بتسمع جملة أو نص بالإنجليزي وبتعيده ورا الأوديو أو الفيديو على طول بصوت عالي وبنفس النبرة والطريقة بتاعت المتحدث الأصلي. الهدف منها إنك تعود ودانك على النطق الصح والإيقاع الطبيعي للغة، ومع التمرين هتحس إن الكلام بيطلع منك بسهولة وثقة. الأداة اللي معانا النهاردة هي الناتشورال ريدر، وهي أحد أدوات الذكاء الصناعي. والأداة دي بتقوم بقراية النصوص الإنجليزية بصوت واضح ونبرة طبيعية، وتقدر كمان تتحكم في سرعة القراية عشان تناسب مستواك، وكمان تقدر تضيف نصوص خاصة بيك أو تستخدم نصوص من أي مكان إلكتروني. فهنبدأ نجرب مع بعض ونفتح الأداة أو الموقع، هنشوف هنعملها إزاي. هنبدأ نتعرف على الأداة بتاعتنا الناتشورال ريدرز. هسيب لكم اللينك بتاع الأداة دي والويب سايت بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت. هنشوف مع بعض. هيبدأ يدخلني على شاشة شبه دي فيها مجموعة من الأصوات عشان نختار ما بينهم الصوت اللي يريحنا. نقدر نسمع الصوت. بشوف الصوت اللي يكون واضح ومريح بالنسبة لي وببدأ أختاره من الصور من الأسماء دي، وبعدين بدخل get started for free. هنفترض ان انا هختار Ladies, as you complete the inspection, انا الصوت ده بالنسبة لي واضح، فانا هستخدم الصوت ده. هعمل بعد كده get started for free. بيبدأ يدخلك على صفحة زي دي. نتعرف على الصفحة بتاعتها. الصفحة دي على الشمال هنا بيشوف الفايلز اللي أنا أقدر أضيفها، وأنا هنا أقدر أضيف سواء دوكيمنت أو تكست أو حتى صورة أو موقع من المواقع وهو يقرأ لي الموقع ده. الدوكيمنتس اللي عندي أقدر إن أضيف PDF أو أوفيس دوكيمنتس أو أي فايل من الكلاود أو من الكمبيوتر بتاعي. ده واحد. تاني حاجة عندي اللايبراري دي قائمة فيها هو تكست تجريبية هتقدر تسمع قرايته سواء كانت ده تكست ولا PDF. وفي بعد كده حاجة اسمها الابس، والابس دي زي ما انتم شايفين ان ده ممكن ينزل كابليكيشن على الويندوز وممكن ينزل على الموبايل، وده سهل جدا. وبتدخل تعمل اكونت بالجوجل او بالايميل بتاعك وتقدر تشتغل عليه. برجع تاني. في تاني بقى على اليمين في 3 نقط كده موجودين، من جواهم اقدر اعمل داونلود MP3 للفايل بتاعي، وممكن ان انا اغير الفونت اللي موجود للتكست الموجود. ممكن احط تايمر احدد وقت يقرا فيه، وممكن اشوف للبرونانسيشن اللي موجوده. تمام. طيب احنا كده شفنا من على الموقع. طيب من على الابليكيشن هنزل الابليكيشن. ثانية. الابليكيشن هينزل لك هيدي لك اختيارات ان انت يكون عندك بيسموها ايه شورت كات، يكون موجود في الستارت اب في التاسك بار تحت. عموما نزلت الابليكيشن على الويندوز بتاعي ونزلته كمان على الموبايل، وبعدين هبدأ بعد كده اشوف هعمل ايه. فاول حاجة بيقولها لك drag and drop your files او type and paste and edit text here. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل select all للجزئية دي، وبعدين بعد كده هدخل على موقع إخباري عادي وهبدأ آخد أي نص.
هاخد نص قصير علشان احنا بنجرب مع بعض، مش عايزة اخد من وقت الفيديو كتير. وهدخل عليه تاني مكان الحاجات دي. هو طبعا كاتب هنا، لو قريت الكلام ده فيه تعريف كامل بالابليكيشن بتاعتك وازاي تستخدمها. انا خدت كوبي وبعمل هنا بيست، وبعدين بضغط على زرار بلاي. نسمع مع بعض. Instead, they're told they can only enroll in a Medicare Advantage plan with its limited network of doctors and hospitals, even if they'd prefer going with the less restrictive traditional Medicare. زي ما احنا شفنا هي قريته، انا المفروض ان انا هعمل ايه؟ احنا هنخصص كل يوم من 10 ل 15 دقيقة للتدريب، وبعدين بعد كده هنحاول ان احنا ندخل نص، ونحاول نخلي النصوص متنوعة. قصة قصيرة ممكن، مقالات ممكن، مواضيع متنوعة، بحيث ان احنا كمان نغذي الحصيلة اللغوية بتاعتنا. ونبدأ نسمع بالراحة، نشوف الوقفات فين، الستريس فين، لفظة اللفظات أو الحروف اللي بتتنطق، المقاطع ليه الأصوات بتختلف. ونحاول إن احنا نقلد الصوت زي نبرة الصوت الأصلية اللي احنا سمعناها، ونكرر. واحنا بنكرر نسجل صوتنا ونرجع نسمع صوتنا تاني ونشوف هل هو نفس المقطع ولا لأ. وبعدين بعد كده نرجع نسمع تاني ونكرر 10 ل 15 دقيقة على نص واحد. هنبدأ نعمل فيه ده. وبعدين بعد كده في طريقة تانية، إن أنا ممكن في المرة الأخيرة أدخل على تشات جي بي تي الناطق، وأقول له أنا هنطق نص وعايزك تصلحهولي، وأبدأ أقرأ النص اللي موجود. بس خلي ده للآخر علشان لو هو هيصلح لك يعني زي ما شفنا في فيديو قبل كده، انت محدود قوي، يعني مش هيديلك فرص كتير. فعيد براحتك، وبعدين في اخر مره دخل على تشات جي بي تي كانه المدرس اللي هيصلح لك، كانك بتتكلم مع حد تاني. الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك، خليك صبور. الطبيعي ان البدايه هتبقى صعبه، لكن مع الاستمرار الدنيا هتيجي، يعني هتلاقي تحسن كبير. كده احنا خلصنا فيديو النهارده. آه، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى كمان ان انتوا تشوفوا الفيديوهات القديمه. هتلاقوا احنا عاملين فيديوهات عن تعليم اللغة ده اكتر من فيديو. وتابعونا في اللي جاي.